اهلا بيكم في فيديو جديد مع نونا. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل البطاطس يا نونا. هنعمل بطاطس محمره بطريقه سهله وبسيطه جدا، والنتيجه ان شاء الله مضمونه. كل اللي هنحتاجه، ولا نحتاج خل عشان تطلع مقرمشه، ولا نحتاج ملح، ولا نحتاج اي حاجه خالص، ولا نحتاج حتى نجيها على بارتين زي ما امهاتنا كانوا بيعملوا بيتعبوا نفسهم. لا، النهارده هعمل حاجه بسيطه جدا. كل اللي هحتاجه بطاطس متقطعه، وهستخدم معاها ايه؟ هستخدم معاها 7 ليه؟ ده هو سبب القرمشه بتاعت البطاطس، وهنشوفها مع بعض. البطاطس انا غسلتها ورحت مقشراها كويس قوي، ورحت مقطعاها الصوابع اللي انا عايزاها، وهبدا ان انا احط عليها ال7 بتاعنا بالشكل ده كده اهي. هيغير في طعمها؟ لا، مش هيغير في طعمها حاجه. طب انت كده ما حطيتلهاش ولا ملح ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه خالص. كل اللي محتاجاه زيت يتحط على النار، ويكون حاجه غويطه، ويتقدح، بس النار بتاعته تكون هاديه، ما تبقاش عاليه علشان ما يفرش معايا. وتعالوا دلوقتي بقى نروح واخدين البطاطس من ال7، ونبدا ان احنا نحمرها في الزيت، ونسمي بالله كده، ونبدا نحط كده اهو. بنصفي البطاطس من ال7 ونروح عاملين كده بسم الله. اهم حاجه لما نحط البطاطس اوعوا تقلبوها بالشكل ده كده اهو. البطاطسايتين اللي انا عاملاهم بالشكل ده كده. بصوا كل اللي هعمله هروح عامله كده، وهسيبها على النار. مش هبدا ان انا احرك البطاطس خالص وابدا اقلبها الا لما الحروف بتاعتها الاقي ان هي بدات تتحمر. غير كده انا مش هاجي جنب البطاطس. والزيت بتاعنا مجرد ما يتقدح ابدا اوطي عليه النار، علشان مش مجرد ما احط البطاطس بتاعتنا يبدا الحرف بتاعها يتحمر بسرعه، وتبدا ان هي تكون من جوه طريه ونيه. هسيبها بقى على النار، وتعالوا نتكلم شويه عن تفريز البطاطس وازاي اختار البطاطسايه الصح. في موسم كده بيبقى فيه البطاطس محلونه، يعني طعمها بيبقى حلو، يعني لما نيجي نحمرها نلاقيها بتاخد لون وطريه، مهما نحمره فيها هي طريه ولونها بني غامق كده هو شويه، ما بتديش الصفار الحلو بتاع البطاطسايه. ده الموسم ده بيبقى امتى؟ موسم زرع البطاطا او محصول البطاطا وهو طالع، لان بيبقى مزروع البطاطس جنب البطاطا، فالبطاطس بتبقى ساحبه من البطاطا شويه، فتلاقوها محلونه، ما ينفعش ان هي تتحمر خالص. في الموسم دوت بيفضل ان احنا نعمل البطاطس صينيه، نعملها محشيه، نعملها صينيه، نعملها مكعبات، نعملها في رز، زي ما انتوا عايزين. اهم حاجه ان هي ما تطولش الزيت وما تتحمرش، الا اذا كنا بقى ضامنين حد من البياعين او الخضريه، ونجيب منه البطاطس اللي هي الرملي. البطاطس الرملي دي بتطلع برده في الموسم بتاع البطاطس تلاقوها كده كلها من بره رمله، بس هي دي اللي بتنفع للتحمير ساعتها. وكمان فيه البطاطس الحمراء، اوعوا تنسوها. اول ما تطلع البطاطس الحمراء البيضاويه المدوره الصغيره دي لازم تشتروها على طول، ما بيطلعش منها بطاطس طويله او كبيره، هي كلها مقاس واحد صغير كده مدور او بيضاوي. اول ما يطلع موسم البطاطس الحمراء بتلاقوها محمره شويه، تخزنوا منها زي ما انتوا عايزين، وتفرزوا منها كمان زي ما انتوا عايزين. حتى لو جبتوا كميه كبيره اوعوا تخافوا ان هي تبوظ او ان هي تزرع او الكلام ده كله، لا. عارفين احسن حاجه ليها ايه؟ ان انتوا تحطوها في شمس. عارفين احسن حاجه كمان فيها ايه؟ ان انتوا تحطوها تحت السرير. كانت بتقعد عندنا بالموسم. يعني ايه بالموسم؟ تيتا تقول لك الله يرحمها، تقول لي ايه؟ الرطوبه بتاعت البلاط هي اللي بتحافظ على البطاطسايه. لو عرضتيها للشمس هي هتبدا تكرمش وهتبدا تبوظ منك. حتى لو بتحطوها في البلكونه ما تحطهاش في مكان متعرض للشمس عشان تفضل عندكم مده كبيره. وكمان بنفرزها ازاي؟ بنبدا ان احنا نقشر البطاطسايه الحمراء دي، وبنقطعها التقطيع اللي احنا عايزينه، وبنغلي ميه على النار، وبنحط فيها معلقه واحده من الخل، ويا دوب نسقطها 5 دقائق او اقل من 5 دقائق، ونروح مطلعينها حاطينها في مصفى. المصفى دي لما تصفيها نبدا نفردها على صاج او على صينيه علشان تنشف من اي ميه فيها، وابدا بنفس الصينيه او الصاج ده احطها في الفريزر لحد ما تتجمد، والصباع امسكه واخبطه كده في الصينيه يعمل صوت، يبقى ناشف متجمد. مجرد ما خلاص كل صباع اتجمد لوحده ابدا اجيب اكياس الثلاجه وارص فيها البطاطس بتاعتنا، واقفلها، وتكون البطاطس مفرطه ما تبقاش محطوطه على بعضها، وابدا ارصها في الثلاجه او في الفريزر. طبعا يجي طبعا ان انا عايزه اكل بطاطس محمره، اروح ساحبه كيس من الفريزر واروح حطاه في الميه في الزيت على طول، ما اسيبوش يفك بره عشان طبقه التلج دي ما تبوشليش البطاطسايه. نحمي الزيت، مجرد ما يتسقط فيها كيس البطاطس نبدا ان احنا
مجرد ما خلاص بدا ان هو خدت السخونيه وبدا ان هو يبدا يغلي تاني، نروح موطيين عليها النار، هتطلع مقرمشه وفي منتهى الجمال. بس بقى البطاطس بتاعتنا اخبارها بقت عامله ازاي؟ بسم الله. وجميله، بصوا لونها تبدا ان هي تصفر. بصوا يا دوب انا حركت من الجوانب بس، لكن ما قلبتش، ما جبتش من تحت لفوق والكلام ده كله. هسيبها تتحمر براحتها. سبت البطاطس شويه على النار. بصوا انا ما حركتهاش خالص. بصوا اللون بتاعها بدا يتعمل ازاي. بصوا هي بتتحرك دلوقتي وهي قرص. بصوا بقى تعالوا نعمل كده. بصوا ابدا في اللحظه دي بقى. بصوا 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 ابدا ان انا افكك كده تطلع معايا زي الفل. صوت القرمشه اصلا عامله ازاي. بس انا كده فكيت الماسكه بتاعتها وفي نفس الوقت مقرمشه معايا وما طريتش. التقليب الكتير في البطاطس هيخليها تطرى معانا، وبعدين السيفن اللي احنا حاطينه المكون السري بتاع النهارده ده هيخليها مقرمشه ولونها في منتهى الجمال. نسيبها دقيقتين 3 كمان ونبدا بعد كده نطلعها. تعالوا بقى نطلع البطاطس بتاعتنا كده. بصوا نصفي كده. التقطيعه بقى اللي انتي عايزاها. بصي سامعه صوتها عامل ازاي. طبعا اللي هيشوف البطاطس دي يقول لي ايه دي محلونه. دي التحميره بتاعتها دي مش تحميره عاديه، لا دي بطاطس مزروعه جنب البطاطا. بصوا كده. بصوا 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 القطمه بتاعتها عامله ازاي. طيب طبعا ولادنا بيحبوا جنبها كاتشب، بس انا بصراحه بقى ما بحبش الكاتشب جنبيها. رشه الملح بقى بالكمون كده، يا سلام، عظمه على العظمه. ويا سلام بقى لو معاها رشه شطه، ياه يبقى المزاج العالي. عملنا ايه بقى النهارده؟ عملنا البطاطس المحمره بطريقه سهله جدا وبسيطه، وتطلع معانا مقرمشه بمكون بسيط جدا وهو السيفن اب. بنقطع البطاطس وبنحط عليها ازازه السيفن اب اللي هي الصغننه دي، ما قلتلكيش الكبيره. طب واحده بقى هتقول لي يا لونا احنا مثلا عاملين 2 3 كيلو عشان كلنا نفطر وافطار عيله يوم الجمعه ان شاء الله، هستخدم بقى ايه؟ اجيب بقى اللتر الكبير ده وتكلفيني زياده؟ لا، هي الازازه الصغيره خالص اللي انا استخدمتها في وصفتنا النهارده. قطعي البطاطس وحطي الشويه فيها، لازم تكون 7 مغطي البطاطس، وخدي الشويه حطيهم في طاسه الزيت. لسه عندنا ازازه السيفن موجوده، نقطع على حبه البطاطس ونروح حاطينها فيه. يا اما قطعي البطاطس كلها مره واحده وحطيها في ميه، وبعد كده قبل القليه على طول ب5 دقائق خدي من الميه وحطي في السيفن. هي ازازه سيفن واحده مش هتكلفنا كتير. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، اتمنى يكون نال رضاكم. جربوه مش هتندموا. اوعوا تنسوا اللايك والشير للفيديو لو عجبكم، واوعوا تنسوا الاشتراك في قناتنا، واوعوا تنسوا كمان تفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهات. اشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله واقول لكم السلام عليكم.